يا جماعة، تخيل فريق يفوز 2-0 وبسبب هالفوز فجأة فريق ثاني يصير قدامه باب سحري يطلع للمركز الثاني. لا مو فيلم، هذه أجواء دوري أبطال أفريقيا الليلة. تريزيجيه سوى شيء يخليك تقول لحظة، وش قاعد يصير؟ هدف قبل ما ينتهي الشوط بثواني، وبعدين يرجع يكملها بهدف ثاني وكأنه يقول خلصنا السالفة. الأهلي المصري واجه يونغ أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من المجموعات، وانتهت 2-0 للأهلي. الهدف الأول جاء في الدقيقة 45+3، يعني في الوقت اللي الكل يحسبه خلاص انتهى الشوط، وفجأة بانج. وبعدين تمشي الدقائق والضغط يزيد، وتقوم الدقيقة 75 تقول يلا يا تريزيجيه ختمها، هدف ثاني بنفس اللاعب. المفاجأة اللي تسوي قلبات بالمجموعة. بهالفوز الأهلي انفرد بصدارة المجموعة الثانية وصار عنده 7 نقاط، فوزين وتعادل. يونغ أفريكانز صار ثاني ب4 نقاط. والأحلى، الفوز هذا فتح سيناريو خطير للجيش الملكي. إذا فاز على شبيبة القبائل بكرة وهو ضيف عليهم، يقدر يطلع للمركز الثاني. ترتيب المجموعة عشان الصورة تكتمل: الأهلي 7 نقاط، يونغ أفريكانز 4 نقاط، الجيش الملكي 1 نقطة، شبيبة القبائل 1 نقطة. النهاية اللي تخليك تقول لا صدق. الحين السؤال اللي يرفع الضغط: الجيش الملكي بيستغل الفرصة ولا بيضيعها والباب يقفل؟ تابعونا بكرة، لأن اللي جاي ممكن يقلب ترتيب المجموعة رأساً على عقب. ولا تنسى الاشتراك عشان توصلك أخبار أفريقيا أول بأول.